ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة كويسة وبأحسن حال. طبعا احنا كلنا بنحب الرنجة، ووجبة الرنجة دي بالنسبة لنا يعني حاجة مقدسة كده في الأعياد وفي المواسم بتاعتها وعلى شوقة. فتعالوا اقول لكم الطريقة بتاعتي اللي انا بعمل بيها الرنجة، وبحسها ان هي أكلة متكاملة وفي نفس الوقت بتكون صحية ومفيدة وتحفة بقى. إيه، تابعوني واشتركوا في قناتي واعملوا لي لايك. انا دينا الشناوي، بحبكم وبعمل اكل بالحب. ويلا نشوف هنعملها ازاي بسهولة ومن غير اي تعب ولا اي حاجة. اول حاجة انا بجيب الرنجة من مكان كويس، وبعمل فيها ايه، بحطها تحت الشواية على طول، تحت شواية البوتاجاز، اللي هي مباشرة كده. اول حاجة تحت الشواية بحطها على الوش الاولاني تستوي. طبعا هي بتكون كده النار قريبة جدا منها، فده بيكون نتيجة اول وش، وبيكون اقل من 5 دقايق بالظبط. وبقوم لفاها تاني ومدية الوش التاني برضو حوالي 5 دقايق، ودي بتكون النتيجة عندي. انا هنا بحس ان هي اتطهرت قوي. وده مثلا حوالي كيلو بطاطس او كيلو كنت سلقاه، وهقطع كل بطاطساية 4 بعد ما تتسلق نص سلقة او سلقة الا ربع كده. وهنضف الرنجة وهنشوف هتبقى عاملة ازاي. هنا بقطع البطاطس وبحمرها، او ممكن تكون بطاطس صوابع محمرة عادي يعني. بس بصراحة الطريقة دي بتبقى جميلة قوي، مقرمشة من بره وطرية من جوه. وبننضف بقى الرنجة بتاعتنا زي ما بننضفها عادي، وبنطلع نشيل منها الشوك والحاجات اللي هي الغامقة اللي فيها وكده. وبنعملها بقى ايه، اطباق. إيه، واهم حاجة بقى عندنا في الرنجة الليمون. الليمون ده سيد الموقف بصراحة في الرنجة، لان هو بقى بيزيد تطهيرها. يعني اللي هي مثلا مش واحد هيقول انا اكلت رنجة وتعبت، لا بالعكس، ده انت في الحالة ديت هتاكل الرنجة استحالة ابدا هتتعبك او هتضرك او اي حاجة، بالعكس ده هي هتبقى حلوة قوي ما شاء الله. بس بننضف بقى تنظيف حلو الرنجة كاملة. هنا كل رنجاية تعتبر عملت لي مثلا طبق حلو كده. هغرقها ليمون، هغرقها ليمون خالص، يعني لغاية ان هي تبقى بسم الله ما شاء الله مليانة ليمون. آه بعد ما اعمل لها بقى ليمون كده، هقوم جاية ايه، مقدمة الرنجة كل طبق مليان الليمون بتاعه. في ناس بتحط زيت، بس انا مش بحب قوي موضوع الزيت. والبصل الاخضر، هو ممكن البصل الاخضر لوحده ما يتحطلوش اضافات، بس انا عامة بحب اعمل ايه بقى في البصل. هو لو كان الوان او احمر او ابيض او كده. بس هنا برضو عملتها في البصل الاخضر عشان تبقى قريبة ليكم او تبقوا فاهمين انا بعمل ايه. انا بحط نص ليمونة، وبحط معاها شعرة ملح، وبحط معاها سنة خل. ده في كل انواع البصل، سواء انا مقطعه بصل احمر مثلا شرايح رفيعه، او بصل اخضر، او ايا كان البصل اللي مع الرنجة. انا بحط له ملح وليمون وخل. ده بيديله تيست حلو قوي. ماشي. يبقى احنا لما بنيجي نعمل الرنجة بنعمل ايه، بقدم طبق بصل اخضر، طبق جرجير علشان القيمة الغذائية تكون عالية، طبق بطاطس حلو ما شاء الله كبير، طبق طحينة. ماشي. وبس في الاخر بيطلع معايا الوجبة التحفة الكاملة المتكاملة دي، اللي هي ادونا بس عيش ادونا عيش وقعدونا على الصينية دي. بألف هنا وشفا على قلوبكم. جربوها لو بتعملوا الرنجة بالطريقة ديت قولولي، ولو انتوا مش بتعملوها بالطريقة دي جربوها وقولولي برضو ايه رأيكم. ألف هنا وشفا على قلوبكم.